يتفاوت في درجة رعبها وسوء دلالاتها. وأضاف أنه لا يشعر لا هو ولا أبناء بلده بالرعب أو الخوف، وأن حياتهم اليومية في مدينة الحمامات هادئة وآمنة وطبيعية، على عكس ما تبثه بعض وسائل الإعلام. لا نريد أن نمضي أكثر في استعراض مضمون هذا النص الشهادة، لكننا نريد أن نقف خاصة وبكل ألم عند قوله أن التونسيين نصحوه بألا يذهب إلى مدينة بنزرت لأنها تعد معقلا للإسلاميين المتطرفين، وأن آخرين طلبوا منه ألا يغادر الفندق يوم 23 من أكتوبر يوم انتخابات المجلس التأسيسي لأنه قد تحدث اضطرابات وأعمال عنف. شهادة من هذا النوع هي وصمة عار على جبين أسرى وعبيد الأيديولوجيا الذين لا ينظرون إلى أبعد من أنوفهم، ولا يضيرهم أن يسيئوا للوطن وللثورة وللتجربة الديمقراطية الوليدة في تونس، متى ما كان ذلك يشفي غليل حقدهم الأيديولوجي ويطفئ نار غيظهم على خصومهم السياسيين. ولله في خلقه شؤون.